السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إكرام العيد وحلقة جديدة. حلقة النهارده بعنوان فوز صعب في مباراة صعبة في دوري أتمنى إنه يكون سهل. النهارده الأهلي بيفوز على إنبي أو الشرقية إنبي 3-2 بريمونتادا قاتلة. بعد ما كان الأهلي مغلوب 2-0 قدر يحول الهزيمة لفوز ب3 أهداف، والأهم إن الهدف التالت كان في البلس 90 أو في الدقيقة 90 بالضبط. الأهلي يمكن ابتدى المباراة بتشكيل مكون من مصطفى شوبير، محمد هاني، هادي رياض، عمرو الجزار، كريم فؤاد، والوسط مروان عطية وكوكا وزيزو. في الهجوم كان طاهر وبن شرقي وبينهم منصف بكرار. تشكيل بالنسبة لي أنا كان فيه علامات استفهام أو أكتر من علامة استفهام، يعني بداية من إن شوبير مثلا كان في ماتش يمكن آخر ماتش كان الشناوي مستواه أفضل من شوبير، فكنت أعتقد إن كان المفروض شوبير هو اللي يلعب. هادي رياض برضه وجوده كان عليه علامة استفهام، لأن لمّا ياسر إبراهيم نزل في ماتش برشلونة كان أفضل من هادي رياض والوسط اتضبط. أيضًا وجود كوكا في نُص الملعب، أنت بتلاعب إنبي ما بتلاعبش برشلونة عشان تلعب ب2-6. وآخر حاجة كان محمد طاهر. أنا على المستوى الشخصي كلاعب باحبه، لكنه برضه مش أنت بتلاعب إنبي نفس القصة، بتلاعب إنبي مش بتلاعب برشلونة، فمش محتاج حد ينزل يدافع ويسند طاهر. فكان المفروض في رأيي أنا كان المفروض تشكيل أمثل كان يبقى الشناوي مكان شوبير، وياسر إبراهيم مكان هادي رياض، وكان يبقى علي محمود مكان كوكا، وفي اليمين وطبعًا اليمين كان يلعب منصف بكرار، وكان بن جديدة يبقى موجود في النُص بدل محمد طاهر طبعًا، يعني محمد طاهر يطلع ويكون بن جديدة اللي موجود ومنصف يروح مكانه. الأهلي طبعًا ابتدى الماتش عادي إن هو الأهلي مسيطر، ولكن بنفس آفة الأهلي اللي أنت بتسيطر بس بدون فاعلية، يعني ماسك الكورة في رجلك ومش عارف تعمل إيه. ممكن يكون ده بسبب إن أنت ما عندكش 10 رئيسي، يعني زيزو ده مش مكانه إن هو يلعب 10، فما فيش حد يقدر يصنع هجمات للعيبة. فضل الأهلي مسيطر يمكن لغاية الدقيقة 16، كروس اتلعب بالعرض، الدفاع طلّعه لكوكا سهلة جدًا ممكن يوديها في أي حتة، بيقلبها بدماغه، لعبها وراه على طول، فنزلت لعلي إيهاب أعتقد، علي إيهاب على حدود ال18 اللي لَمّه وشاط. كورة سهلة جدًا في نُص المرمى لشوبير، دخلت جون ما أعرفش إزاي. أعتقد إن أي حارس مرمى في 20 فريق اللي موجودين في الدوري يقدر يصُد الكورة دي، كورة سهلة جدًا. عملت بَند قدّامه بس برضه سهلة في متناول الحارس من نُص الجون، أنت مش هتصُد في نُص الجون أومال هتصُد فين؟ بعدها حصل لخبطة طبعًا للأهلي. بعدها غلطة تانية من كريم فؤاد، tackling غير مدروس، يعني ما أعرفش إيه السبب فيه، تشنكل لاعب إنبي. اتحسبت ضربة الجزاء، كان الكلام ده في الدقيقة 21 يعني بعد الهدف ب5 دقايق تقريبًا. ضربة الجزاء دخل طبعًا كالوشا وادّاها كهربا اللي سابها لمحمد حمدي اللي شاطها برّه. طبعًا كان طبعًا خروج الكرة دي المفروض كفيلة بإن تبث الروح في لعيبة الأهلي إن هم يرجعوا تاني، لكن الموضوع ده إنه زي ما هو حالة عدم اتزان من الأهلي. لغاية كريم فؤاد خد كورة من متقدم من نُص الملعب، وبدل ما يباصيها لمروان بصاها للاعب إنبي اللي لعبها في ضهر الدفاع، أعتقد كهربا أو مش متذكر مين، يعني لعبها في ضهر الدفاع لمحمد عصام اللي انفرد يعني جري وسبق وانفرد في نُص الملعب وما لقاش صعوبة في إنه يحطها في الجول. هدف لا يُسأل عنه شوبير طبعًا، كورة صعبة، وإن كان شوبير النهارده ما كانش موجود خالص في المباراة، ويعني أتمنى إن شوبير يبقى يستبعدوه فترة لغاية لمّا يركّز بقى، إن كان هو عايز يحترف برّه، عايز يجدد، عايز يعمل إيه، لغاية لمّا يركّز ويرجع تاني يُقف الأهلي. يعني على المستوى الشخصي أتمنى إن الشناوي يُقف ويبقى حمزة علاء كمان احتياطي من شوبير لغاية لمّا شوبير يركّز. طبعًا الأهلي بيحاول يرجع الشوط الأولاني لغاية لمّا cross عمله محمد طاهر، طلّعه كالوشا لمحمد عصام اللي أخطأ وطفّش الكورة بدل ما هي طالعة برّه ال18 طفّسها لجوّه الملعب. وهنا كان أحد نجوم المباراة مروان عطية اللي وقّف الكورة بصدره ولفّها برجله اليمين في سقف الشبكة، ما قدرش الحارس صاروخ من برّه ال18، ما قدرش الحارس يتصرّف فيها. كورة حوالي 25 ياردة تقريبًا أو حاجة كده، كانت صاروخ، يعني صعب جدًا إن حارس يتصرّف فيها.
عبد الرحمن سمير، وما اعتقدش ان في اي جون في مصر يعني، او انه يقدر يصد الكره دي يعني. الكره كانت صعبه جدا، واعتقد هدف ان هو الافضل حاليا في الجوله دي، واعتقد ان هيفضل لغايه اخر الموسم من افضل الاهداف، ان ما كانش هو افضل هدف يعني. الشوط الاولاني طبعا خلص بالنتيجه دي. يمكن زيزو كان هيجيب جون في الشوط ده برضه، في كرة لما تقدم وخد كرة وعدى من وسط اتنين وشاطها، لكن عبد الرحمن سمير صدها، وانتهى الشوط الاولاني بالشكل ده، 2-1 لانبي. مع بداية الشوط الثاني كنت اتوقع ان في تغييرات في الشوط بين الشوطين يعني، وانا يمكن كنت اتمنى ان هو كان ينزل علي محمود، وكان ينزل سفيان بن جديدة بين الشوطين بدل كوكا وطاهر. لكنه ما عملش، بدأ الشوط الثاني زي ما هو بنفس التشكيل. يمكن في الشوط الاولاني زي ما قلنا ان الاهلي ما كانش في افضل حال، لكن اللي اعتقد باستثناء يمكن مروان عطيه اللي كان افضل لاعب في المباراه، وعمرو الجزار ما اعتقدش ان كان في حد كويس في الشوط ده يعني، الشوط الاولاني كله. مع الشوط الثاني بقى الاهلي فرض سيطرته وبدا يهاجم عشان يعود للمباراه تاني. وفي الدقيقه 60 تقريبا او 62 بدات تغييرات الاهلي. نزل علي محمود وسفيان بن جديده وكريم الدبيس، بدل من طاهر محمد طاهر وكوكا وكريم فؤاد. طبعا كريم فؤاد في اول شوط الثاني كان هيجيب هدف، كره اتلعبت له من بن شرقي اللي كان من احد افضل لاعبي المباراه، عدى ودخل ال 18 ولم وشطها في الزاويه الضيقه، لكن برضه عبد الرحمن سمير اتصرف فيها، حط رجله رغم ان هو راح في ناحيه، كان حط رجله في الناحيه الثانيه وطلعت كورنر. فضل هجوم الاهلي بقى لما نزلوا برضه الثلاثه دول، الاهلي هجومه زاد، باعتبار ان كريم الدبيس بيعرف يلعب يعني، دي عدله كريم الدبيس، بيقدر يعدي ويرفع بشماله، بعكس كريم فؤاد اللي كان لازم يقطم لجوه عشان يرفع. اداء الاهلي اتحسن طبعا في وجود كريم الدبيس، وفي وجود سفيان بن جديده، وفي وجود علي محمود اللي الوسط اتغير وفي وجوده، وبقى الاهلي ليه وسط افضل يعني. وفي نفس الوقت بدا البدني يبان جدا يعني، ان الاهلي فارق جدا بدنيا عن انبي، وبدا لعيبه انبي حتى تتساقط في الملعب لغايه لما جت دقيقه 68 او 67 كروس من محمد هاني، طلع عليها بن شرقي عشان لعبها بهده، اتزق في ظهره والحكم ما ترددش طبعا، حسب ضربه جزاء. دخل ليها زيزو، حطها على يمين الحارس اللي اترمى في الشمال، وكره دخلت في اليمين، وبقت النتيجه 2-2. الاهلي فضل طبعا على الضغط ده، وضغط مستمر، وفي شوطه كانت مهمه جدا من هاني، وفرص كتيره بدات تضيع من الاهلي لغايه اخر المباراه في الدقيقه حاجه و80 تقريبا. عمل اخر تغييرين اللي هو عموتا، ونزل شحات وقفشه، وطلع زيزو وبن شرقي. في الدقيقه 90 كرة من الدبيس بدأ يتقدم لنص الملعب، وكان في الوقت ده يمكن سفيان بن جديدة بينزل له من نصه، وقفشه في حركه ذكيه جدا شاور له ان انت باصي لبن جديده عشان ما يبصلوش، هو فعلا بصاها لبن جديده اللي من لمسه ساحره بكعبه ريحها القفشه اللي ما لقاش صعوبه ان هو ينفرد بالمرمى، وحطها بشكل جيد جدا في الزاويه الضيقه للحارس، يعني ما فتحش رجله ان هو تروح بعيد، حطها في الزاويه الضيقه، واحرز الهدف الثالث في البلس 90 عشان يرجع الاهلي بتاعنا تاني، اهلي البلس 90. طبعا الحكم بعد كده حسب 5 دقايق، زودهم دقيقتين كمان يمكن انبي يعمل اي حاجه، وبدا يخترع فاولات لانبي حوالين ال 18، لكن المباراه كانت انتهت فعليا لان اساسا انبي بدنيا كانوا خلاص مش قادرين يعني، وهم نفسهم كانوا بيتمنوا الماتش يخلص يعني اكتر من الاهلي. مباراة طبعا يعني فيها مكاسب. قبل طبعا نقول على المكاسب، نقول ان فيها حاجة مهمة جدا، ان فيها ميلاد مدرب جيد جدا اللي هو محمد بركات، لعب أدى بشكل جيد الشوط الأولاني. مدرب انبي الجديد، هو عنده حاجة و30 سنة، 34 تقريبا أو حاجة كده، مدرب صغير في السن، وأعتقد هيبقى مكسب كتير جدا للكرة المصرية. مكاسب الأهلي بقى طبعا اللي يهمنا إن احنا شفنا عندنا في ريحة مدافع كويس كده اللي هو عمرو الجزار،
أعتقد في برضه طبعًا يعني ميزة كبيرة جدًا إن إحنا بنشوف عمّوتة بيغيّر بدري، يعني في الحاجة الدقيقة 60 أو حاجة 60 إحنا كنا بنشوف كولر ما كانش قبل الدقيقة 75 مثلًا كان بيفكّر يغيّر. بيغيّر وبينزّل كل تغييراته هجومية لدرجة كانت بتقلق يعني إن أنت نزّلت 5 لعيبة نزّلهم مهاجمين، وبدأ كل شوية بيخرّج المدافعين ده على طريقة مانويل جوزيه اللي إحنا نسيناها من زمان يعني. أيضًا المكسب الكبير جدًا مكسب +90 إحنا أول مرّة من مدة ما نشوفش أهلي بيحرز +90 ورجع الأهلي تاني +90. أيضًا طبعًا المهاجمين كتير جدًا، إن أنت عندك سفيان بن جديدة، عندك موسى بكرار، عندك بن شرقي، فبقى عندك النهارده ناس كتير ممكن يجيبوا جوان وهيبقى يشكّلوا عبء كبير جدًا على الدفاعات في الفرق الجاية. مباراة زي ما قُلنا مهمة جدًا، والأهم إن أنت خدت ال3 نقط طبعًا في تعثُّر الزمالك اللي ما أعتقدش إن هو يكون منافس السنة دي، لكن أنت منافسك بيراميدز وكان مهم جدًا إن أنت تبقى ما تخسرش نقط في أول جولة، خصوصًا إن أنت لسه في ماتشات جديدة جاية، وفي ماتشات صعبة هتقابلك، أصعب من ماتش إنبي، لكن إن شاء الله نتمنى التوفيق للأهلي في بقية المطوشة. أعتقد ده أهم ما كان في الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.